شعلوا فينا العافية شاكي عطوها مليار وعلينا كاين حقار اللي حق منا مافيا شعلوا فينا العافية شاكي عطوها مليار وعلينا كاين حقار اللي حق منا مافيا شعلوا فينا العافية شاكي عطوها مليار وعلينا كاين حقار اللي حق منا مافيا شعلوا فينا العافية شاكي عطوها مليار وعلينا كاين حقار اللي حق منا مافيا شعلوا فينا العافية شاكي عطوها مليار وعلينا كاين حقار السكينة تدير بوعياش تبان فعلا نهارا أنه السكينة ماشي وباقي السكان أنه الحركة كيبني بوعياش وتفتنش المناضلين وتفتنش يني نتوعدك أن الجماهير الشعبية أنت تدفن المناضلين سنين يكتسون الحقا كل المطالب العاجلة والمشروعة بداية المجلس الخلود لكل الشهداء الشعب المغربي البطل بدءا شهداء حركة 20 فبراير بالحسيمة وصولا للشهيد البطل كمال الحساني. راضي كمال ورفاقه جماهير غدا عاملين علامه راضي كمال ورفاقه جماهير غدا عاملين علامه صغرتو يا حبابي غنوا قولوا معايا راضي كمال. بداية باش نمشي الشهداء النوري المرة الثانية لزام الخلق النحية وكذلك أنحية كل المناضلين الشرفاء ندافع عن كل قضايا العادلة والمشروعة كجند الدين الملك بوعياش. تحية كل المعتقلين بداية المعتقلين 8 مارس اللي خدمن 37 سنة سجنا نافذة لا لشيء إلا لأنهم وجدنا بالجماهير الشعبية وكيصرفوا الدم وكيصرفوا وشي حاجات خصن يوجدان هنا نلقى انه ما راهيش الاعتقال ما راهيش وجدان استحق الاعتقال انه عادقا فرسم الحريه نسل ذاك ابن بوعياش. اما المناضلين نياحا نحد اختطفهم شي الطريقه والاستغلال اللي صارت لك الافلام حد استحصار في السينات حد ادسن الاعتقالات كل المناضلين نتفنن كل القضايا العاجله والمشروعه الساكنه من ابن بوعياش. نلقى انه مثلا مناضلين اقل السجون من العار النظام والدين نلقى ابدا ما نصغر الحكومه الاحكام الجائره في وسطان حق نسن وكذلك المعتقلين الكرة من السوار الرفيق حليم البقالي وكذلك الرفيق محمد الفاض نهارا اعتقل. نبقى انه لا تراجع لا استسلام كيف علينا ما نكسر عن من يعتقل المناضلين باش نلقى انه مستعدين لاعتقال والدين مستعدين الدولة كاملة كلنا مناضلين غير الدولة كاملة كلنا مناضلين غير الدولة كاملة كلنا مناضلين غير الدولة كاملة. انه من يكسر عاد من غيعتقلن نقاش كل شيء لكن ابن بوعياش المناضلين يتواجد بشكل يومي لكن الحركة ابن بوعياش لانه رد شيء ونؤمن شيء انه الرفاق الى الشوارع الحلقيات اتخذ نفسا يجب ثقة تامة ولكن ما دام انه المعتقلين الرفاق تعتقل نقل السجون ما نعرف الحكم الصناعي الكواد نلقى انه نذكر كل شيء المناضلين نلقى انه مرض حد نلقى انه منع حد عندك شي تخوف كون اللي بيشتغل تخوف كون نلقاو ذي من غنقصا وذي من غنقصا نقصا مرة نقصا شي وبالتالي شي نؤمن الاعتقالات نسن نؤمن ان تستشهد القضايا الساكنه نديد ابن بوعياش. اذا
تحيه الساكنه بن بوعياش اللي بين النهار فعلا انهم ساكنه وسمات تخلق المناضلين نسن لانه الرفاق انهاني مرة تقارب وشافهم دايرين السؤال الرفيق المعتقل انكم راه معتقل واش قال غتصمتم غتفهم غتوقفوا بين نقرا الجماهير رقام نعم انو خوبين مخرج كواشك ابدا ما تخلى خوبين مخرج كوال معتقل يا رفيق ما زلنا على الطريق معتقل يا رفيق ما زلنا على الطريق يا رفيق ما زلنا على الطريق ما زلنا على الطريق يا رفيق ما زلنا على الطريق صواريخ المعتقلين نهارا اكيد شوفوا محمد هباط راه معتقلا اكيد راه السوالكي الرفيق حسن بن شعيب الا انه وفين وذن مغاسقا وفين انه ثم من السنفلين وذوفين شيء الطفل محمد هباط ساسق الناس التهم ساسق الرفاق النقبر الجمهور الغير مرخص ما نعرفوا السمانين ما يستفد المنايني قطع الطريق العموميه والسم شحال التهم ايش نتلفقني المناضلين نغينا ولكن نقع انه توعد الرفاق النغري الشرقي الحبوسات انه ابدا ما تخلى ابدا ما تخلى خوبين في الاخوان واش تخلى راني غالية جماهير الشعبية وانا يا رفيق انا واش تخلى راني غالية جماهير الشعبية وليلي هاليها ليلي هالي هاليها ليلي هاليها جماهير في الواجهة ليلي هاليها وانا ما خنق اي انه الرفاق النق اقل حاليا في السجون انفكاد انه الرفاق النغر تجيبو تفنفن تكاني يزيدون تفنفن وكان شي نحتاج نمشي نحشي القبيله وليتين غالي رجون المناضلين شرفاء تدافع عن خميق تدافع الساكنه تاكل انه الملف المطلبي يتوسط زينها مسكارو تاكل شحال المطالب الساكنه ندير بوعياش الا انه على راس الملف المطلبي وليتين انطلب اطلاق السراح كافة المعتقلين السياسيين انه تتبقى الاعتقال السياسي وتجيبوا الشاورة ميوها اللي تنطلق في الفراغ ان النظام ونيتين يتصفى حسابات سياسية السنين بني بوعياش ثانيتين بالموقع بني بوعياش قيمة امشوا في المشاء كمثل الحل والفن الدخل الجيش الى الجيش على امراض انه الساكنة اثبت للمرة الاولى انها وسمى الدول كامل انه قاسين حاجب انه الدم يتدم لقى انه ضمعتنا بنسبة الشوط الى من انه اكبر ذاك الصاد غتتنش هي انه ما نسمح كما احنا تعتقل الرفاق النق حاليا لقى انه الملف المطلبي عاد قائم لقى انه الساكنه عاد تحتج لقى انه الساكنه الطلب اطلاق السراح الفوري كافه المعتقلين السياسيين هنا المجد والخلود لكل الشهداء الحريه كل الحريه لكافه المعتقلين السياسيين انه شلم لكن ما بوعياش ابدا ما نقولش صوت الكامل الا ما نقولش صوت الكامل باش يجبالي صورات ادب نقى تحيه الساكنه مجددا الصمودينس وليتين الشكل النضالي وليتين وابدا الجماهير سنف ما تخلق المناضلين سن سنف انه الجماهير غاسل الثقه التامه في المناضلين سن الشرفاء اذن باش الحفظ شي حاجه اختقلنا اذن باش الحفظ شي حاجه اختقلنا وكذلك ريما تجي تقول وتجيبو القيل انت خصها تلقى فوفري وحمد هباط فوفري حليم تجيبوا الحل ولكن نلقى انه خير داع المعتقلين هو السيد الغوطانسن ولو لم تسمى زمان يمكن اسم فرقا ولكن نلقى انتصار الى المناضلين الشرفاء اللي توجدن السجون العروانيتين اذا اشد على ايديكم بحراره وكذلك الرفيق يمكن يشير الرفاق الشاب ومن بينهم الرفيق شلول يتعلن الاضراب عن الطعام بطولي من داخل السجن العار كما حدد وخش مع الساق الساحه وتمدي عن جسد الحريه كانه عندك من غير ناظر من داخل السجون عاد من داك عندك سن
من غيقدم التضحيات جسام غادي إلا تكون حبوسات نسن باش أتقيم المناضلين أتقيم الحركة الاحتجاجية إذا كندير تبني بوعياش. إذا تحية نضالية مجددا شد أنفسكم بحرارة. أكيد لنا موعد غدا نحضر الجميع نبدل هاد المعتقلين نبدل سماركة الاغتيالات النظام وانيتين ويتسلحين شيء يقتل المناضلين. ولكن قاس أبدا الحركة اللي كيبني بوعياش ما تقول الكامل أبدا ما تقول الكامل لأنه ظل المناضلين القادمين عاد يمكن عماس الشورن دابا يمكن عماس يتواجد ديال الأشكال عماس الشورن والعماس الشعار ونتبذل أنه حان الأوان أن نبدلك ويا حان الأوان أنه نبدل في نصف الجن لأنه ذاك من غيشدد الحركة ديال المرحلة تستدعي أنه نبدلك ويا الصمود لا تراجع الاستسلام. أشد على يديكم بحرارة. لنا موعد غدا وتحية نضالية.